بيقتل على الكوره. ابراهيم انداي عدى السنغالي، ابراهيم انداي يلف كره عرضيه حلوه الراسيه، بتاعتك يا سيف، بتاعتك يا سيف. راسيه سيف الجزيري، اول كوره امامنا اهو. بنشوف سيف الجزيري بضربه راسيه بتاعته دايما. مثل الفرص اللي اتيحت للزمالك شوط ثاني واللي وصلوا من خلالها المرمى سولومون، وادي الراسيه الخلفيه. ابراهيم انداي ايه الفرص؟ دفاع مره ثانيه. ابراهيم انداي يلعب كره عاليه، سيف يضيع. مش معقول يا سيف، مش معقول يا سيف. التايمنج مهم. سيف الجزيري النهارده ايه مضيع لوحده اكتر من 6 فرص، وابرزهم هذه الكره الراسيه اللي معموله من ابراهيم انداي، احد نجوم الشوط الثاني. كنا بنقول سيف بيقاتل الشوط الاول وهو اللي صنع لنفسه الفرصه وسدد. الشوط الثاني بدا يتوافر ليه الحقيقه كرات العرضيه من ابراهيم انداي. ثاني كوره من ابراهيم انداي الحقيقه، وكره العاليه راسيه، مش ممكن بقى، مش ممكن. ابراهيم انداي الكره ايه مش عايزه تدخل. ابراهيم انداي الكره مش عايزه تدخل. الكره الراسيه وهي فرصه ب3 ارواح، ولكن ايه، لكن فرصه تحبس الارواح وتحبس الانفاس، والزمالك يضيع هدف في الدقيقه الثانيه. مش ممكن ابدا. الكره الراسيه ابراهيم انداي اللي وصلت لاكينولا، ترجع مره ثانيه لابراهيم انداي، عدت من امام الزناري. دي الكره اللي قبلها قصيره امامنا هنا. لاعب محمد شحاته ملعوبه حلوه قوي الراسيه مهاب، لكن ابعاد. الكره الثانيه تصل الى ناصر منسي، يلف كره عرضيه، ناصر راسيه، ولسه بيدور عليها، مش ممكن بقى. ايه ده الكره دي؟ صدق او لا تصدق، مش معقول. الكره دي حسام عبد المجيد ترجع له ويحطها في العارضه. يا على ناصر منسي، راسيه حسام عبد المجيد ترجع لنداي على كوره حارس المرمى مسك، ولكن كانت راحه المرمى، ترجع من سامسون في ايد حارس المرمى، ترجع لحسام عبد المجيد يحطها قويه قوي في باطن العارضه، وترجع بعد كده للاعب مهاب ياسر عشان يضيع الزمالك فرص بالجمله. فرص يعني في لعبتين في 6 فرص. مش معقول. شيكابالا فرصه ضائعه للزمالك، فرصه ضائعه بغرابه شديده. الزمالك بيضيع الفرص تباعا امام فريق دريمز. يا دنيا وراكيش غيري.